ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، احب اشكر برضو كل المشتركين انتوا جداد. وجودكم يشرفنا وينور القناه. بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم، اتمنى اللي مش مشترك في القناه واول مره يشوف فيديو ليا يشترك، والمشتركين يرفع ويحطوا لايك عشان يرفع الفيديو، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده حبايبي مش هطول عليكم، والفيديو مش هيبقى طويل. روتين عادي عند الفراغ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده، دي قطعة أرض فاضية يعني. ما حاطينش فيها أي حاجة غير شوية الفراغ بس. شوية الجزايز دول العيال هيلموهم دلوقتي في أول بداية الفيديو كده، في أول النظافة. هنحوش الحاجة اللي قدامنا، والجزايز دي أنا مش هنرميها، أما نحوشها هي والخشب، عشان في موسم الكشك اما نحتاج حاجة نولع بيها. كلكم طبعا عارفين. فالجزايز البلاستيك دي اما تساعدنا ان احنا نولع الخشب بسرعه قبل ما نحط الكشك، نسلق البليله وكده، وقبل ما نعملها كشك يعني. فعشان كده هتلاحظوا هنا خشب كتير في البيت احنا محوشينه، والبلاستيك ده بنحوشه برضه عشان نولع بيه وكده. فدلوقتي اديكم شايفين الاخ بتروخه ملمه مع اخواته، هيلموهم كلهم في البدايه، وبعد كده هننضف. عشان بس محدش يقول المنظر ومش منظر. طبعا انتوا كلكم عارفين ان الفراخ طول ما فيها ارض تراب تحتيهم، يعني هينبشوا كتير وهيبوظ الدنيا. خلف ما يكون على مثلا في اوضه معموله اسمنت الارضيه بتاعتها، مثلا لو حطاهم فوق سطح ولا حاجه، اي نعم هيوسخوا. بس مش هتبقى بالمنظر ديت يعني. انت سهل تكنسيها او تنظفيها بحاجه او تغسليها، فمش هيبقى بالمنظر ده ان باتت تكون. عشان طبعا انتوا عارفين في التراب كتير بهدل الدنيا. خلفي حبايبي ما تكون ارض اسمنت زي ما قلت لكم. هم كده ابتدوا معاكم يلموا الجزايز. في حته فاضيه جوه خالص يعني، يعتبر الفراخ مش هما توصل لها، مش هما توصل لاخر البيت جوه. هو كل هدفهم في المكان اللي جاي فيه الاكل والميه. فاهمين يعني؟ هو كل نفسهم في اول البيت، باقي البيت جوه ده شويه خشب وحاجات زي كده، ما فيش حاجه برضه يعني، مش مستعملينه في حاجه. وديت اثار الحاجه اللي يعني هي اللي في الارض دي، ده اثار الاكل يعني. انتوا شايفين لو تلاحظوا هنا في شويه ورق اللي هو الذره الناشف او الشامي، الورق بتاعهم الناشف، اللي هو ما احنا بنقول عندنا بوص، على حسب ما تقولوا انتوا عندكم يعني. هنا هيلموا الجزايز كلها، وبعد كده طبعا ده مش هينفع معاه مكنسه او اللي هي المجشه العاديه طبعا. فلازم حاجه ديت اللي معانا الحديده ديت اسمها شوكه. للي ما يعرفش طبعا، لو حد من الصعيد زينا كده هيفهم ان الشوكه دي بنلم بيها تحت السعي وتحت الفراخ والحاجات اللي زي كده. طبعا انا ما عنديش سعي لان بصراحه مخاف منه. إيه، هنلمهم كده بالشوكه مع بعضينا. والعفش ده كله اللي تحتيهم هو مش اكتر بس من هم مزيتين الدنيا يعني. ده انا مش هطول عليهم بامانه. إيه، المفروض الروتين حتى لو، وخصوصا لو مكان اسمنت زي ما قلت لكم، اقل حاجه كل اسبوع مره. بس انت زي ما شايفين كده ان المكان عندي هاو، ومش ما فيش حاجه. دول اوضه عادل ما يقعدوا فيها في النهار وكده. انا بصراحه في الصيف اما اسيبهم هنا في المكان ده على طول في الغرفه دي عشان واسعه. انا هلمهم كده معاكم بالشوكه زي ما انتم شايفين. وبعد ما ننضفها خالص، اما اجيب الجاروب برضو واسويها، عشان انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان الفراخ اما تنبش كده فتلاقوا شويه حته مثلا نخرين في الارض وحته لا. فانا بجيب الجاروب بعد كده والمهم. شايفين الاخ بتروخه طبعا لازم يدخل ورايا في اي حته، وانتوا شايفين الغباره طبعا، فطلعت بره ورجعت تاني. يا حبايبي زي ما وريتكم كده سهله يعني حاجه سهله، مش اللي هي صعبه تاخد مني وقت وكده. نص ساعه تخلص من نظافه البيت كله. ولما يكون مكان محكوم هيبقى افضل ليكي واحسن، ان انت مش هيغلبك زي كده، مش زي حته الارض كلها كده فاضيه ونابشين فيها كلها. بس بصراحه طول ما عندك واسع زي كده وحته فيها تراب، مش الاسمنت ولا اوضه مغلقه ولا عشه مغلقه وكده، هيبقى احسن الفراغ بتاعتك او اي طور هتربيها. الوسع والهواء والشمس اللي طايلاهم على طول وكده، اما تخلي الفراخ تطلع يومها بيومين. اي طيور يعني. انا كنت هنا برضو كان عندي من فترة قبل ما افتح القناة، كان عندي اكتر من 20 معزاية مربياهم وكانوا ما يخلفوا. فالحتة دي بصراحة كانت مليانة، وكان عندي بط سكوفي وبط عادي، وكان عندي وز، وكان عندي رانب. فبصراحة البيت كان مليان. بس بعد كده طبعا الحاجة الأكل غلي وكده. وبرضه كنت أنا تعبانة يعني، كنت مثلا أكسر يوم واجي يوم أنظف، عشان تعرفين طبعا
الحاجات دياتي طبعا اكلها كل يوم كل يوم ربيع ومش عارفه واللي ينشف تحتين تضطر تلم، ولازم تنظف عشان الارض ما تتبهدلش او يربوا مثلا حشرات في جسمهم، او وطول ما الارض لينه تحتيهم الفراخ عندك او اي طيور تانية هتربي جدري، عشان تبقى عارفين داخل علينا الشتاء. الارض طول ما لينه تحت الفراخ وما طايلينش شمس معروفه على طول في الشتاء هيربي جدري في رجليه، وممكن يجيله برضه جدري في وشه وكده، فهيتعب وانت اللي هتخسري خساره. ولو عندك اي طيور تانية هيعديها. فطبعا انا على قد ما اقدر انا بحاول ما اخليش الدنيا لينه تحتيهم، يعني على طول في الصيف الليل كله بره، بس في النهار عشان الشمس اما تبقى سخنه بحطهم في الاوضه اللي انا منضفها قدامكم دي. معلش على التصوير ده من الغبار اللي طالعه من الارض وانا منضف. بعد كده يا حبايبي في الشتاء عاد مسيبهم في النهار وحبسهم في الليل، بس في العشه الصغيره اللي هتشوفوها في اخر الفيديو عامله لهم عشه صغيره كده. كنت مربياهم فيهم وانا كنت جايبه دفعتين، دفعه فراخ كانت كبرت وبعديها جبت شويه صغيرين، فطبعا لما كنت بحط الاتنين مع بعض كانت اما الفراخ الكبيره تاكل في الفراخ الصغيره، فاهمين، وكانش يرضوا ياكلهم معاهم، فانا اضطريت ان انا اعزلهم. بعد كده عاد لما كبروا كلهم حطيتهم مع بعض. انا حاليا دبحت منهم كتير وفي مات كتير برضو عشان تبقوا عارفين ان كان عندي كميه كبيره، وكان عندي بط كبر البط ودبحته والارانب دبحتها. بس قاعدين شويه الفراخ اللي شافوهم في اخر الفيديو دول، وان شاء الله بس الجو يهدى شويه ونجيب دفعه جديده مع بعض. انا بصراحه بحب ربايه الطيور في البيت، منها تحبي لو انت حابه تاكلي، ما احبش بصراحه اجيب حاجه من عند حد، هو شراء بس مش اما ابقى ضامنه نظافتها او اكلها، يعني بصراحه كده انا لما اجرب حتى البيض ما احبش اجيبه من عند اي حد. لو البيض المزارع ماشي، اللي هو اللي تحت الفراخ البيضة، غير كده البلد انا مش مشتريها من عند حد خالص. عندي انا اكل، ما عنديش ما اشتريهاش، او ممكن عندي بيت ابوي عند اختي ماشي، لان اما اروح وضمن النظافه، لكن بصراحه من عند اي حد تاني لا ما احبهاش. انتوا زي ما شايفين كده هتقولوا مثلا واحده بتتكلم عن النظافه وبص المنظر تحتيهم ده يا جماعه، البواقي من اكلهم وتحتيهم هم، لكن في فرق من مثلا حاجه تاني، اتمنى تكونوا فاهمين. والنظافه اهم حاجه بامانه، انا منضف لهم على طول، بس زي ما قلت لكم الفراخ بتنبش كتير ودي ارض رمله، فاكيد هيبهدلوا تحتيهم ويطلعوا زلط ويطلعوا رمله والدنيا تتبهدل. بس اديكم هتشوفوا المنظر بعد ما كان كده. دلوقتي بعد ما نضفتها خالص كل العفش ده طبعا انا ماخده مولح فيه، وبعد كده بعد ما يهدوا اللي ما يفيد منهم الرماد اللي ما يطلع والحاجه ما نرميه في الزباله، لا مؤاخذه في الكلمه. دلوقتي هلمها كلها قدامكم كده، خدتها من اول الباب الرئيسي بره، لو انتوا شايفين ده الباب صاج عادي، يعني قلت لكم ما بانينش في حاجه، ده حته ارض فاضيه بس حاطين دياتي بس عشان الفراخ ما تطلعش، ما فيش حيوان يدخل ولا حاجه، فدي معروفه يعني. الاوضه اللي قلت لكم دي اللي طلعت منها خلصتها، دلوقتي هرشها بالميه، بس طول ما انا رشها ميه مش هسيب الفراخ فيها، هتشوفوها دلوقتي بعد ما ارشها. هقفل بالباب اللي احنا عاملينه على ايدينا ده لان ما عليهاش باب برضه، فالشبكه اللي احنا عاملينها دي 4 خشبات كده وحاطين لها سلك دجنوا فيها بمسامير عشان بس الفراخ ما تطلعش بره، او اللي انا لو عايزه احبسهم اللي انا ماسكاها في ايدي دي. بعد ما نظفت الاوضه هرشها واروح حطها عشان الفراخ ما تدخلش، طول ما الارض لينه زي ما قلت لكم انا مش هدخل الفراخ جوه عشان ما تربيش جدر في رجليها وفي وشها. اكتر حاجه بتربي جدر الطيور الارض اللينه تحتيهم، وخصوصا لما يكون تراب زي كده ماشي. طبعا لو انتوا دلوقتي في حد فيكم مربي طيور وداخلين على شتاء وكان في الصيف عندك في الطيور اي امراض جدري اي حاجه، نظف الاوضه زي كده او العشه بتاعتهم. انا كده ابتديت اسويها بعد ما نظفتها، وهاتيلك شكاره جير مش جير مطفي، مش اللي هو مش مطفي، لا جير مطفي. هي الشكارة كلها عاملة 25 جنيه أو 30 جنيه، أنا جبتها بصراحة كفيت لي العشة الصغيرة، بس بصراحة ما كنتش لسه يعني فكرت إن أنا أصور، لا يا رب صورتها وساعتها ما لحقتش أنزلها والتليفون كانت أنزلها والتليفون كانت ملا، وحذف لي كل حاجة من نفسه، كل حاجة كنت مصوراها اتحذفت فما لحقتش أنزلها لكم. كنت تجيبيها وتفرطيها في الأرضية كلها بتاعتها وتدخل عادة طيورك هيلقط عادة، مش هيحصل لهم أي حاجة، ومش يعني مش هتأذيهم في حاجة، بس هتطهر الأرض قبل دخول الشتاء عندك، عشان لو فيها أي مرض قبل دخول الشتاء، لأن في الشتاء الأرض لما تحن من نفسها من الرطوبة فأي مرض بعد كده هيأذي الطيور اللي عندك. كده يا حبايبي انا سويتها كلها كده نطفت، شفت منظرها في الاول من منظرها دلوقتي كان في حاجه بسيطه، ده العفش الصغير اللي وقع منهم، فطبعا انت رمله زي كده مش معقوله يعني جرات ارض كامله هتاخديه تغربليه، فانا منظف على قد ما اقدر عشان بس ما حدش يقول لي انت نظفت وما نظفتيش. هنا سويتها كلها يا حبايبي، وبعد كده هرشها بالميه، ده روتين النظافه العادي كل اسبوع ماشي على حسب ما تلاقي المنظر عندك عامل ازاي. ولو ارض مهويه زي كده واسعه، هنا كانوا باحتين حته تحت الحيطه فانا سويتها.
لكن لو حته مكتومه طبعا هتنضفيها يوم ويوم يوم ويوم، ولو تقدروا كل يوم يكون افضل عشان تفضل ناشفه تحتيهم، ما يربوش امراض وما يربوش حشرات. هنا سويتها خالص، وبعد كده هرشها وهقفلها زي ما هتشوفوا قدامكم دلوقتي. انا كده خدت العفش كله والعفره اللي طلعت دياتي، خدتها جوه على الكم اللي احنا عاملينه دياتي وولعت فيهم. بس انا قاعده جنبهم لحد ما صفي خالص. العفش بس اللي طالع داتي هيعمل زيت على الفاضي، لكن لما تحرقيهم هيطلع شويه رماد في الاخر، شويه صغيرين خالص، فتضطر عادي يعني سهل عليك ان انت تشيليهم في اي حته تاني مع الزباله بعد كده، لا مؤاخذه في الكلمه. الخلفه ما يكونوا كتار كده مش هتعرفي تتحكمي فيهم. هذا الوقت يا حبايبي لمناهم كلهم، وشويه الخشب اللي جوه ده اللي قلت لكم احنا محوشينهم للكشك، والبلاستيك برضه محوشينه نولع بيه الخشب للكشك. هنا بعد ما خلصنا لميتهم كلهم وكنت مولعه فيهم في الوقت داتي، ورجعنا عاد شغلنا الميه بتاعتنا ورشيناها اللي احنا بس عشان الارض تتكس مش اكتر. انا برضه زي ما قلت لكم انا قفلتها وهي لينه عشان الطيور ما تدخلش وتربي جدر في رجليها. اسيبها يوم اسيبها اتنين لحد ما تنشف. انتوا زي ما شايفين المكان مهواي، معلهش اي باب، ما فيش اي سطح، مش في الاوضه، باقي حته الارض الفاضيه، فطبعا مهوايه. لما تنشف براحتها ندخل الطيور بتاعتنا فيها. وغير كده احنا عندنا مكانتين. انا هنا كنت حبساهم بس عشان النار كانت مولعه في شويه العفش اللي احنا مولعين فيهم، مش هينفع اطلعهم ويروحوا يلقطوا فيهم ويتلسعوا. انا شايفين انا كده حبساهم جوه العشه. انا كنت حاطه لهم الميه والاكل بتاعتهم. انا حبيت اوريهم لكم اخر الفيديو. وكده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى لو وصل معايا لحد دلوقتي يحط لايك ويشترك. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.